السلام عليكم حبايبي متابعيني، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح اسوي لكم حلا بسيط وسهل ومواده موجوده بكل بيت، ان شاء الله راح تعجبكم. وراح نبلش بالمقادير. عندي هنا 3 اكواب حليب، نفس هذا الكوب اللي قايسه بيه او كوب القياسات بكيفكم، اي كوب عندكم تقيسون بيه. 3 اكواب حليب سائل، او تاخذون 3 قلاصات مي ب9 خواشيق حليب باودر، انتو بكيفكم. عندي هنا نشا او كاستر، انا ما عندي اليوم نشا، هذا كاستر. عندي 3 خواشيق كاستر، 3 خواشيق طحين، 3/4 الكوب سكر، علبة قشطة. وهنا المطيبات اللي هي هيل او فانيليا بالكيف حسب انتو شو تردون. رشة الملح ضرورية للتجميل او للتزيين. اي مكسرات عندكم، انا عندي هنا شوية فستق، شوية جوز هند، وزبدة، ملعقتين زبد راح احتاج. هاي هي اكلتنا كلش طيبة وان شاء الله تعجبكم، تبرد على القلب. يعني سووها الصبح، خاصة برمضان سووها الصبح وتاكلوها ورا الفطور، كلش طيبة. ونبلش بالطريقة سهلة جدا وما تاخذ حتى وقت. وراح نبلش بالطريقة. أول طبقة راح أسوي طبقة الحليب، هي مثل المحلبي. أخذ 3 خواشيق، كل قلاص حليب ياخذ خاشوقة طحين. 3. السكر حسب الرغبة، أنا راح أخلي هم 3 سكر، مايدها حلوة. وراح أخلي 3 حليب. القشطة، هيل أو فانيليا بكيفكم. راح أخلي هيل، والطبقة الثانية أخلي لها فانيليا. رشة الملح ضرورية، يعني واحد ياخذ هيك بأصابعه بهواية. أخلطها أول شي على البارد، وبعدين أخليها على النار. بعد ما خلطتها راح أخلي عليها ملعقة كبيرة زبدة. وهنا أنا خليته على النار إلى أن يصير، يعني ياخذ هاي الزبدة إلى أن تذوب ويصير مثل المحلبي. هاي متابعيني، بعد ما صارت بهالطريقة هاي راح أصبها بالكاسات وأرجع لكم. وهذا حبايبي بعد ما صبيناه بالكاسات راح اسوي الكراميل او حلوى الكراميل، الطبقة الثانية اللي هي بالكراميل. وتشوفون شلون طريقتها. اخلي هذا يهدأ ويبرد ونشتغل بالطبقة الثانية. وراح ابلش اخلي السكر اللي هي 3 خواشيق 4 خواشيق اللي انتم تحبون الحلاوة مالته. انا بالنسبة لي راح اخلي 3 كبار. خليت راح اخلي شوي بعد زيادة لان ذاك ما بيه حلاوة. وراح اخليه يتكرمل الى ان يتكرمل وارجع لكم.
وهذا متابعيني بعد ما تحمص، شوفوا راح اخلي شوية ماي عليه، خليت له مي. طبعا انا وخرت الكاميرا حتى لا يطشطش على الكاميرا القريبة عليه. فهذا لما يذوب راح نسوي هذا طبعا عندي 3 اكواب مي ما قلت لكم، 3 اكواب مي و3 خواشي نشا او كاستر، راح اخلطهم مضبوط كلهم. اخلطهم. انا قلت لكم اذا ماكو نشا سووا كاستر الموجود يعني عندكم، هو يصير نشا ويصير كاستر، بس انا هذا اللي صراحة اليوم عندي خلصة نشا، راح اخلطه مضبوط. راح اخلي كاشوقة زبد، خليت رشة الملح، طبعا طلعت الكاميرا ما تصور، خليت رشة ملح وخليت الفانيليا على الكاستر، وراح ابدي اخليه على النار. وراح اكتب لكم كل المواد على صندوق الوصف، سهلة ما بيها شي. احنا خلطنا الكاستر والمي، وخليت الفانيليا وخليت له رشة الملح، ومثل ما شفتوا السكر كرملنا وخلينا قطعة الزبدة عليه إلى أن هسه بس تصير هاي الخليط يصير شفاف، نحطه على الطبقة الثانية. وهي بنات شوفوا شلون صار لونه، مثل ما تشوفوا. راح نطفي الطباخ ونصبه على الطبقة الثانية، وهذا راح أصبه على الطبقات بهالطريقة. وهذا متابعيني طبق جهز، بعده شوية حار خليه يبرد وينوكل فد شي طيب وراقي. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ويا ريت ما تنسون دعاء الوالدية بالرحمة، وفي أمان الله.